وهنتكلم شوية على السكرين تايمز بالذات. ناس كتير تقولك ده هيجيله توحد، فرجه كتير على التلفزيون هيخليه مش اجتماعي، هيبقى عنده توحد. فاحنا عايزين برضو نفهم الناس ايه هو اصلا اضطراب طيف التوحد او الاوتيزم. طيب هو مفيش حد هيجيله توحد من التلفزيون، او هيجيلي توحد عشان كوفيد حصلت فانا جالي توحد. هو اضطراب عصبي نمائي احنا بنتولد بيه، بيبتدي يبان من واحنا انفنتس، من هو بيبي يبتدي يبقى فيه ساينز. ممكن رانيا اتكلمنا اكتر كمان على الساينز دي يعني. فهو مش حاجه بتظهر فجاه ولا حاجه هتيجي من استخدام الايباد. زي ما بنقول استخدام السكرينز الكتير، الشاشات الكتير هيبقى ليها ضرر، هتاثر على الاجتماعياتي بتاعتي، طريقتي، هتاثر على تركيزي، بس مش هتجيب لي اضطراب. ده حاجه وده حاجه هتزود الموضوع، مش هتساعد يعني. مش هتعملي بالظبط، مش حاجه هتفاجئ ايه ده بقى جاله توحد. لا، هو لو في حاجه حصلت عند طفل او مراهق او كده فجاه، فدي اضطرابات تانية يعني، دي بنركز في حاجات تانية يعني.